أزمة راغب علامة والنقيب مصطفى كامل وبنات الساحل. كل دي تعليقات وكلمات ونقد بين راغب علامة وبنات الساحل. البنت الحلوه دي وهو مصري ولا مصري، فلقيته بيقول ايه عباره بتقول ايه؟ قال لها انا ما شفتش في جمالك، احنا طالعين من بيروت على روما، قال لها انا ما شفتش في جمالك ولا في بيروت ولا في روما. وزي ما انتوا شفتوا كان بيمدح في البنات المصرية. طب اللي بيحصل ده بقى في بنات الساحل، هل هم فعلا بنات ولا دول ستات؟ استحالة بنت ما بتستحيش، البنت عندها حياء. مفيش واحدة عندها حياء أو بنت عندها حياء تعمل كده، إنها تشد واحد أو حتى لو فنان أو هو مهما كان مين وتشده وتعمل فيه كده. هل فعلا بنات الساحل، مقدرش أقول عليهم غير إن هم بنات الساحل أو ستات الساحل، هل فعلا معاهم حق في إن هم مبهورين بالفنان الكبير، إن هم لدرجة إن هم ينسوا نفسهم إن في صحفيين وفي نقاد وفي مصورين، إن هم يوصلوا للمرحلة ديت؟ الصورة أبشع مما تتخيل، المنظر عجيب. يعني هما المفروض دول بنات رايحين مع أهاليهم، باباهم مامتهم أجوازهم، سايبينهم بالمنظر ده، وازاي الأمن بيبقى واقف ويسيبهم حتى يجوا جنب المسرح أو هو خلص ونازل من المسرح، ازاي بيعدولهم؟ ازاي ان هم واقفين ويطلعوا معاه على المسرح ويرقصوا بالمنظر ديت؟ دي أكيد ناس معروفة، أو مش عارفة هل هم مجوزين رجال أعمال، هل هم أهاليهم من رجال الأعمال. مفيش حد عادي أو إنسان عادي هيطلع بالمنظر دوت إلا اللي كان شخصية عامة. طبعا دول مش باين عليهم إن هم شخصية عامة. إزاي الراغب عليه ما يقبل على نفسه اللي حصل ده؟ بس أنا بشوف إن في كل حفلاته نفس الكلام ده. طيب النقيب الموسيقيين معاه حق في اللي عمله؟ احنا أول مرة نشوف الحكاية ديت وأول مرة نشوف المنظر اللي بيحصل دوت، إن النقيب طلع بيان بوقف راغب علامة. هل فعلا راغب علامة هيقف؟ مش هيغني تاني في مصر؟ طبعا احنا مش عارفين، ودي بعض الآراء الناس اللي بتنقد اللي حصل من البنات أو بنات الساحل أو اللي حصل في الساحل عامة. وزي ما انتوا شايفين كده الدنيا فيها حاجات بتتغير يعني. مش عارفة ازاي واحدة تقبل على نفسها تلبس لبس بالمنظر دوت، وازاي انها تطلع وتعمل بالمنظر ده. بصراحة ربنا يسترها. انا مش هقدر اقول عليهم غير ان هم بنات الساحل. يعني الناس بتقول ان راغب علامة بريء، والناس بتقول ان البنات هي اللي عملت فيه كده. يعني انا مستغربة، انا حتى بقول ان البنات هي لو حتى اتعملت هي اللي عملت كده انه ما كانش اداهم فرصة. يعني هو غلطان معاهم. طبعا الرأي لحضراتكم، والكلام زي ما انتوا شايفين كده في الاسكرينات، الناس معارضة والناس مؤيدة، وربنا يسترها على الجميع. بنات الساحل زي ما انتوا شايفين كده. تعليق لحضراتكم.